في نهاية مباراة نهائي كأس الجمهورية في الجزائر والتي توج فيها فريق اتحاد الجزائر، تم تداول مقاطع على مواقع التواصل تظهر أجواء مشحونة في المدرجات، فقد ردد بعض الجماهير هتافات مثل السراقة كليت البلاد، وهي عبارة تستخدم للتعبير عن الغضب أو الاحتجاج على الأوضاع العامة. كما أظهرت بعض اللقطات أن الرئيس عبد المجيد تبون غادر الملعب بسرعة بعد نهاية المباراة وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك بالتزامن مع هذه الهتافات التي اعتبرت معادية للنظام. هذا الانسحاب السريع فسر من قبل البعض على أنه محاولة لتفادي أي تصعيد أو إحراج في ذلك الظرف.